بسم الله. لما نشوف ورقة السكول سبلايز، برجل ومنجلة وكالكوليتر كاسيو برو ماكس، مسطرة حرف التي، وثلاث اساتيك. ده اكيد مش ورقة طالب في كي جي 1. ليه وانا مخلف مهندس مدني؟ الحقني بالشاي يا محمد. السلام عليكم يا احباب، معكم الحاج علي من برنامجكم المفضل برنامج البنطر. خدت الواد وقلت اروح اشوف طلبات المدرسه. انا فاكر على ايامي كان جلاد احمر وازرق واخضر وبيج وكشكول صفحه وصفحه ومربعات صغيره، والليله دي تتلم بالشنطه ب 500 جنيه. لقيت الموضوع الوقت له طابع تاني خالص. اولا بقى اسمها سكول سبلايز، اسمع المطلوب: الوان ميه والوان زيت والوان شمع والوان خشب، عشان مخلف فان جوخ. لوحه فنيه مرسومه، فانكوخ نفسه ما يعرفش يرسم الرسمه دي لان ده الكوخ نفسه. فم كبير ساد وفم صغير، مود ابني مغسله عربيات اصلي، 10 شمع لاصق و10 غيره، واكيد محتاجين كيس مسامير شك عشان الاطفال هيبنوا التختات اللي قاعدين عليه، وكيس بلالين عشان عيد الميلاد. قول يا نجاتي يا نجاتي انفخ البلالين علشان عيد الميلاد. 2 كوب بلاستيك وطبق فم مستدير وواحد ملعقه صغيره. ورقه وقلم اكتب معايا ست الكل. الله اكبر على الشيف شربيني. و3 اساتيك. ليه 3 اساتيك؟ هي كانت استيكه واحده وبالفراوله، ولما كنت اجوع كنت اكلها. وايه فلاسك دي؟ ده هي كانت زمزميه بني فخضار والغطا منها فيه. وليه تجيبوا لابني لانش بوكس؟ هو عمل ايه ان شاء الله؟ وبعدين شنطه مدرسه ايه اللي عايزينها دي؟ ده انتوا عايزين شنطه سفر يزجها بيج رامي. عايزين تتخانقوا ما عندناش مانع، بس اعملوا حسابكم هتجيبوا ناس هنجيب ناس. نيجي بقى لحوار الوكل. أنا فاكر على أيامي كنت باخد كيس مبلول جواه رغيف جبنة بالخيار، ولو ربنا رايد التاني يبقى لانشو، بس ده كنت أطلعه في الخباسي عشان ما تنزرش. ورغيف الجبنة دي كنت أكله وأنا راجع، كان ريحة الأتوبيس كتاكيت، العيال كانت عرجانة من قفاهي. دلجتي وأنت بتحضر اللانش بوكس كأنك بتحضر وكل الهولاكو، سلطة متقطعة وفراخ بانيه وشوكولاته ومكسرات وفاكهه، ناقص تحط ياجوت ومرجان. تبقى قاعد في الشغل تلاقي جالك ايميل استدعاء ولي امر، دير الحاج علي اما بعد مطلوب في المدرسه. انا قلت الواد عمل ايه؟ ضرب حد ولا زعج مع الاستاذ بتاعه ولا مصيبه؟ المهم رحت اشوف الواد عمل ايه. قال ايه؟ الطفل عنديه سلوك عدواني وبيتنمر على زمايله ولازم تتبع معاه طرق التربيه الحديثه. فالدم فرفع روجي. قلت لها لا استني عنديكي، انت هتعلميني اربي ولدي كيف ولا ايه؟ قامت السكول سايكولوجيست قالت لي يا فندم ابنك بيعاني من مرض كذا وكذا وكذا، وفضلت ترص في شويه امراض وجلجتني على الواد مع انه قاعد يتنطط قدامي زي الفرجعلوز. لما قعدت اتكلم معاه طلع غيران من زميله عشان لون الشنطه بتاعته احلى من لون شنطته، والموضوع خلص لما جبت له الشنطه الجديد. مش فاهم انا مكبرين الحوار على ايه. اما اتجصت وسالتهم بره مين اللي هيعدل على تربيه ولدي، عرفت انه اخصائي نفسي بيتابع العيال هناك. هي حاجه حلوه، قلبي يشوف لو في طالب حد من زمايله مزعلينه وبيحاولوا يحلوا مشاكلهم ومشاكل التنمر والهم اللي ما بنكونش عارفين عنه حاجه خالص دي. بس اللي طلعوا مكبرين الحوار بجد هم جروبات الموميز وسنينها. تلاقي الامهات ماسكه في شعر بعضيها عشان قال ايه؟ ولدي اتكسر برايه بيت. يا حاج عيبه ما تبقي كبيره كده وكذابه. طب هم عيال مع بعضيهم، انت ايه اللي حشركم يا كبار يا عاجلين انتوا؟ وانا ولدي عبد الرحمن يعمل اللي هو عايزه، لمي بنتك انت، وكلام عمرنا ما شفناه مع اهالينا. وعلى سيره الذكريات، انا فاكر كويس رحلات زمان كنا نروح قريه شموسه نركب الجمل والحصان ونلعب شد الحبل، وقلبك يرفرف لو بتلعب قصاد البت اللي هتحبها وتقف قدامها كده وتبقى عايز تقول لها باربي انا عايز. لكن اللي جيتي وانت بتطلع شهاده الميلاد للعيال لازما تقدم لهم على فيزة الشنجن، عشان مدارس الانترناشونال الجيتي بقت تصفر العيال بره البلد، ما بقاش في شموسي. ولو مش رحلات تبقى حفلات، ودول في الحفلات ما بيتوصوش شويه ويقول لك عندنا كارير داي. ايه كارير داي ده يا عيال؟ يعني بيقولوا مينيمم.
عشان العيال تتعرف على المهن وتختار اللي تلاقي نفسها فيه، وفي الاخر الواد يطلع يعمل لي لايف على تيك توك. وايه حفله تخرج كي جي 2 دي اساسا؟ اختراعات عجيبه، ويطلبوا منك مبلغ وقدره عشان ابنك يشترك في الحفله. يا باشا لو طلبتوا فيه 400 جنيه مش دافعين. والله انا كل اللي فاكره عن حفلات المدرسه دي انهم في عيد الام كانوا يجيبوا بنت صوتها عفش تغني في الاذاعه المدرسيه ونجيب طقم الكوبايات وخلصنا على كده. ده حتى عيد الطفوله لغوه. حفله تخرج كي جي 2 ايه بس وهباب ايه؟ انا عايز اكلم الاهالي بس. احنا بيطلع عينينا عشان العيال، اي والله، وعيالنا لازما يكونوا عارفين ده. احنا قد ايه بنتعب علشان بنحبهم، لان هم في بعضيهم بيروحوا يقعدوا سوا ومليان يكب على الفاضي وبيتعلموا يبصوا لبعض، والعيل يروح يقول لك انا عايز ايفون. ايفون ايه اللي تنشك في معاميعك؟ ده ابوك ما مسكش محمول غير لما كان عنده 40 سنه، والشنطه بقت تتغير كل ترم. اني والله العظيم الشنطه قعدت معايا من 5 ابتدائي ل3 ثانوي. ما عندك مصالحه ومشرفنا في العالم كله، وكان في مدرسه حكومه عادي. والله يعني شايف التربيه اهم من التعليم. انت كده عايز ابنك احسن منك وتحب له الخير، مش حرمه من حاجه. لكن بره البيت هو له عالم تاني في المدرسه والنادي، وبيشوف فيه ناس قد كده وياخد منهم صفات. فلازم تكون معلمه قيمه القرش وازاي يستمتع من غير ما يضر نفسه او ياخد الترند عشان يبقى روش وخلاص. الواحد ممكن يدخل ابنه مدارس بمال جارون، بس اخلاقه مش هتعرف تشتريه بكنوز الدنيا. والله ده اللي عندي. لو عندك كلام تاني اكتب لي في كومنت، وما تنسوش تعملوا فولو ولايك وسبسكرايب عشان اللي مش هيعمل هو عارف اللي هيجراله. معانا ولا تونس مغاوري؟ دير الحاج علي، ولدك هيبيع الوكل اللي في لانش بوكس، يا خرب بيتك.